تعالوا بينا ندخل على احداث قصتنا الجديده واللي هنشوف فيها البطله روز واللي بتحصل معاها حادثه غريبه وهي بتعالج مريضه في المستشفى وبتخلي كيان شرير يلحقها. تفتكروا هتعمل ايه عشان تتخلص من الكيان ده وهتواجهه ازاي ويا ترى هتقدر تتخلص منه؟ هنعرف كل ده، بس تعالى بقى اما احكيلك القصه من اولها. بنروح بسرعه مع روز في المستشفى وبتكون دكتوره نفسيه وهي بتحلم ببنت مقتوله، ولما بتصحى بتروح تمر على الحالات بتوعها وبتمر على مريض اسمه كارل واللي بيفضل يقول لها انهم هيموتوا، لكن روز بتحاول تهديه وبتقول له ان كل دي تهيؤات، لكن هو بيفضل يكرر انهم هيموتوا. فبتسيبه وبتكمل شغلها وبتقول لها الممرضه ان المدير عايزها. بتروح روز للمدير وبيكلمها عن مريضه كانت عالجتها من غير تامين، فبتقول له روز انها كان لازم تعمل كده، فبيقول لها انها بعد كده لازم تعرفه الاول. بتيجي لروز مريضه اسمها لورا واللي بتكون عملت شغب في الجامعه بعد ما كانت الوحيده اللي شافت دكتورها الجامعي هو بينتحر. بتدخل روز وبتلاحظ لورا واقفه في جنب في الاوضه وهي مرعوبه جدا، وبتحاول روز تهديها وتطمنها وتقعد معاها وبتسالها عن الوقت وتاريخ اليوم، وبتتاكد ان لورا طبيعيه ومش مجنونه. بتعرف روز ان لورا كانت بتحضر للدكتوراه وبتبدا تحكي لها انها بيظهر لها كيان مخيف مبتسم وانه بيظهر لها بكذا شكل، وان ده بدا يحصل معاها من لما شافت دكتورها بينتحر وهو مبتسم، لكن روز بتقول لها ان ده مش حقيقي ودي كلها تخيلات. فبتتعصب لورا جدا. بنلاحظ ان لورا بتبوس الحاجه وهي خايفه، لكن روز مش بتشوف الحاجه دي. تبدا لورا تتصرف بشكل غريب، فبتروح روز تتصل بتمريض، ولما بتبص على لورا بتلاقيها واقفه وبتبتسم بشكل مخيف، وفجاه بتكسر فازه وبتنتحر وهي مبتسمه. بتيجي الشرطه عشان تحقق في القضيه، وبيكون واحد من الشرطيين جويل خطيب روز سابق، وبتسال الشرطه روز عن اللي حصل، فبتقول لهم ان لورا كانت في صدمه بسبب انتحار دكتورها الجامعي قدامها، لكنها ما كانتش مجنونه، لكن الشرطه بتشخص لورا انها كانت مجنونه وبيقفلوا القضيه على كده. بتروح روز بيتها وبيجي خطيبها تريفورد وبيفكرها ان عندهم عزومه عشاء مع اختها هولي وجوزها، ولما بيخرجوا بيكون روز طول الوقت مش مركزه معاهم وسرحانه، وبتفكرها هولي بعيد ميلاد ابنها جاكسون يوم السبت، لكن روز بتعتذر لان عندها شغل اليوم ده، فبتتضايق هولي منها جدا. بتقول هولي انها عاوزه تبيع بيت عيلتهم القديم لانها محتاجه الفلوس، لكن روز بترفض وبتتعصب وبتسيبهم وتمشي. بتروح روز تاني يوم على المستشفى وبتطلب من الممرضه ملف لورا، وبتشوف جويل خطيبها السابق فبتساله بيعمل ايه في المستشفى، فبيقول لها انه كان قريب من المستشفى وحب يعدي يطمن عليها بعد حادثه امبارح، لكن روز مش بتهتم وبتروح مكتبها. بتبدا روز تقرا في ملف لورا وبتلاحظ ان دكتور لورا انتحر وهو مبتسم وانها كانت الشهاده الوحيده، فبتقلق لانها كانت الشهاده الوحيده لما لورا انتحرت. بتيجي مكالمه روز من هولي وبتعتذر لها عن اللي حصل امبارح على العشاء، وبتطلب منها تحضر حفله عيد ميلاد ابنها وتجيب له قطر هديه. بتشوف روز وهي بتكلم اختها شبح لورا تحت، لكنها بتحاول تسيطر على نفسها وبتوافق تروح العيد ميلاد. واثناء مرورها في المستشفى بتشوف روز كارل وبيقول لها انها هتموت وان هو كمان هيموت وان الجميع هيموتوا، وبيتعصب وبيصرخ. فبتنادي روز على الممرضين لانها خافت ينتحر هو كمان، ولما بيجي الممرضين بيلاقوه نايم فبيكتفوه وبتكون روز بتحلم. بتروح روز مكتب المدير وبيسألها عن حالة كارل وبيقول لها ان دي تاني حالة تشخصها غلط وبيديها اجازة اسبوع عشان تريح اعصابها. بتنزل روز وهي متوترة وبتروح تشتري قطر لعبة لابن اختها، ولما بتروح بتفضل تشرب وفجأة تسمع صوت الانذار، ولما بتروح تشوف فيه ايه بتلاقي الباب مقفول لكن باب البلكونة بيكون مفتوح. وبتيجي شرطة وبتلاقي كل حاجة طبيعية لكن ما بتلاقيش روز القط بتاعها. بتنام روز وبتحلم بوالدتها لحظة موتها، فبتتخض وبتقوم وبتروح تسمع اخر محادثة بينها هي ولورا، وبتلاحظ وهي بتسمع ان في صوت ثالث معاهم في تسجيل، ولما بترفع صوته بتركز بيظهر لها كيان مخيف وبيزقها من على الكرسي، فبتخاف روز وبتمسك سكينة لكن بتفوق وبتلاقيه خطيبها تريفورد. تاني يوم بتروح روز للمعالجة النفسية بتاعتها مادلين وبتحكي لها عن اللي بيحصل معاها وعن التهيؤات اللي بتشوفها، وبتقول لها مادلين انها بتعاني من صدمة نفسية لانها شافت والدتها وهي بتموت وهي طفلة، وان لسه جواها ألم نفسي من طفولتها. ولما بتقول لها روز انها محتاجة ادوية بتنصحها ما تاخدش اي ادوية وانها لازم تشغل نفسها في حاجة تانية. بتروح روز عيد ميلاد جاكسون ابن اختها وبتاخد له الهدية القطر اللي اشتريته له، وبيكون جاكسون متشوق يفتح الهدية، لكن لما يفتحها بيلاقي قط روز ميت والكل بيتفاجئ وبيخاف. تقول لهم روز انه مش هي اللي حطت القط، وبتشوف روز واحدة من الضيوف بترسم لها بشكل مخيف وبتبدأ تقرب منها، فبتخاف روز وتقع على ترابيزة وبتتجرح. بتفوق روز المستشفى وبيجي مديرها عشان يطمن عليها، لكن روز بيكون مركزة مع تريفور وهولي
بياخدها تريفور ويروحها وبيكون خايف منها، فبتقوله انها مش مجنونة لكن في كيان شرير بيطاردها، لكن تريفور مش بيصدقها وبيقول لها انها ورثت المرض النفسي من والدتها ولازم تتعالج، وبيسيبها وبيمشي. بتبدأ روز تبحث عن تفاصيل الدكتور إلياس اللي انتحر قدام لورا، وبتروح تاني يوم تقابل مراته يمكن تفهم اللي بيحصل معاها، وبتقول لها روز انها صحفية وجاية تتكلم معاها عن حادثة موت إلياس زوجها، وبتقول لها مرات إلياس انهم طول فترة جوازهم كان طبيعي لكن اتغير بعد ما رجع من مؤتمر علمي شاف هناك واحدة انتحرت قدامه وهي مبتسمة، وانه كان بيشوف كيان غريب. وبتسألها روز لو قال لهم عن شكل الكيان اللي كان بيهاجمه، فبتاخد روز على أوضة الرسم بتاعت إلياس وبتوريها رسوماته. بتقول لها روز ان زوجها ما كانش مجنون وانها بتمر بنفس اللي هو كان بيمر بيه، فبتفكرها مجنونة وبتطردها من البيت. بتخرج روز وهي مش عارفة مين يقدر يساعدها، فبتروح لجويل وبتطلب مساعدته، وبيبدأوا رحلة البحث عن اي معلومات، وعرفوا ان السيدة اللي انتحرت قدام إلياس شافت حد بينتحر قدامها وهو مبتسم. تفهم روز ان الكيان ده بيتغذى على صدمة الشخص وانه بينتقل للاشخاص بتسلسل، وبيكتشفوا ان محدش قدر ينجو منه غير شخص واحد اسمه روبرت. بتروح روز لاختها هولي وتاخد معاها الملف وبتحاول تشرح لها اللي بيحصل معاها وانها مش مجنونة، لكن هولي مش بتصدقها وبتقول لها انها بدأت تعمل زي والدتهم قبل ما تنتحر وطردتها من البيت. ولما بتركب روز العربية بتشوف ان اختها جات لها بشكل مخيف، ولما بتفوق بتعرف انها كانت تهيؤات. بتروح روز وبتلاقي مادلين في البيت عندها، وبتعرف ان تريفور هو اللي اتصل بيها، فبتتضايق منه وبتسيب البيت وتمشي. بتيجي روز مكالمة من جويل وبيقول لها انه لقى روبرت وانه سجن مشدد الحراسة لانه قتل جارته من غير سبب. وبتروح روز وجويل يقابلوه، وبتقول له روز انها دكتورة نفسية وعندها مريضة بتشوف كيان بيلحقها بعد ما شافت حادثة انتحار قدامها، وبتطلب منه روز يحكي لها ازاي قدر ينجو من الكيان. بيطلب روبرت منها ان جويل يخرج، وبيحكي لها ان الحل الوحيد انها لازم تقتل حد ويكون في شاهد على الجريمة عشان اللعنة تنتقل له. فبتقول له روز انها مش هتقدر تقتل حد، فبيفهم روبرت ان الكيان بيلاحقها هي وبيتعصب وبيطردها. بتخرج روز وبيسألها جويل عن اللي قاله لها روبرت، فبتقول له انه مجنون وبتكذب عليه. بتروح روز بيتها وتطلع كل صور اللي في التسلسل اللي قبلها، وبتكون خايفة وبتقرر تنتحر. وقبل ما تنتحر بتيجي مادلين وبتقعد تتكلم معاها، واثناء ما هما بيتكلموا بتيجي روز مكالمة من مادلين الحقيقية، وبتفهم ان اللي معاها ده الكيان، وبيبدأ يبتسم لها بشكل مخيف وبيهاجمها وبيقول لها ان عليها الدور. بتهرب روز من البيت وتاخد معاها سكينة وبتروح على المستشفى وبتقرر تقتل كارل ويكون شاهد مديرها، لكن بتصحى روز من حلمها في العربية وبتلاقي مديرها واقف وبيطلب منها تدخل المستشفى، وبيشوف السكين اللي معاها فبتهرب روز. بتيجي روز مكالمة من جويل لكنها بتقوله انها لازم تبقى لوحدها عشان تمنع الكيان ينتقل لحد تاني، وبتقوله انها رايحة بيت اهلها القديم. بتوصل روز البيت وبتبدأ تشوف والدتها، وبنعرف ان روز وهي طفلة شافت والدتها وهي تنتحر وطلبت منها تساعدها قبل ما تموت، لكن روز خافت وقفلت الباب عليها لحد ما ماتت وانها حاسه بالذنب لحد دلوقتي. بتقول روز للكيان انها عارفه انه مش حقيقي، ولما بيهجم عليها بترمي عليه المصباح وبيتحرق البيت. وتخرج روز وبتروح بيت جويل وبتعتذر له عن كل اللي عملته معاه وبتعترف له باللي حصل مع والدتها وهي صغيره. وفجاه تصحى روز وبتعرف انها كانت تهيؤات وانها لسه في البيت. بيوصل جويل على البيت لكن روز بتستخبى منه لانها بتخاف الكيان ينتقل له، فبتدخل وتقفل على نفسها وبتشوف الشيطان وبيبدا يخلع القناع اللي لابسه وبيفتح بق روز وبيدخل جواها. بيكسر جويل الباب وبيدخل البيت، بيلاقي روز واقفه ومبتسمه وشايله بنزين وبترميه على نفسها وبتولع في نفسها، وبيفضل جويل مصدوم وباصص عليها، وبنفهم ان الكيان اتنقل لجويل. وهنختم احداث قصتنا على كده. لو انت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعه في القناه وتفعل زر الجرس عشان تقدر تتابع كل الافلام والمسلسلات اللي هتنزل هنا على القناه.